سلام تخطات نايز channel كما يتخونون تبوكت كونو ناي وترو تمنيت نايو لو مون كم وترو أقد استزيناتات زبلنا يوم حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة مدبنا مسانا كتصونحو بخبرنا عندكم لايك مقبار سبورت مقبار دما كم وترو تعويد نقبر مالتيو اوكي نايلو مي ارستي برتز بلا ارستي كهون فلاديمير بوتين دهر نوي عمتات وتهدراو كدان تقدينو أبقد مقمار زقبرو زرباوي مقمار كم زخدن كابت بوتات تمليس دما ندونالد ترامب بتغكل نتزنا بركونات بزعبا مقرا تخسي نصور زخونه ملسي جن كا عبيت حتوتات حديث ولو ስለዚህ ጉዳይ ዝናበይ ገጽ ከይድ خلخون ንዝብል ዓለም ምሉ መልስ ካብ ራሻ ብፅበየሉ ዘላ መልስ ናይ ፑቲን እንታይ መስል ክንረክብ ፍትን ኢና ምክንያቱ ተስፋ ናይ ሰላም ኣሎ ክንብል ከልና እቲ ተስፋ ናይ ሰላም ድማ ብዙ ሕቶታት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመሪያ ግን እስከ በቲ አሜሪካ ሪፖርት ዝገብርዎ ዘለኹን ጀምር Keeping up the pressure now, ordering his army to drive out Ukrainian forces in the Kursk region. The Russian military claims it has recaptured much of the area, and all of this comes ahead of peace talks tomorrow. U.S. officials are trying to convince Russia to accept a 30-day ceasefire, which Ukraine agreed to earlier this week. كم نريد زلنا أتي كنتات أبزوان زيت زبرت أكوينات زبحال زلو أبتل علي من البات كأيحتري واللهم زيتي راشد غزازيرات زلاك هون كله جن أبلع لما سمي زبل أبلع ليو تكورسك ريجن زبالة أبلع لنشتى كي حلو نسون طريق ما أبي تزبرت أكوينات زكاي زلو بزوان زمالتيو سلزي this is going to be very sensitive issue كبيت حتى يكون بحفشة انتاي تري لهم التقيح دمو راشد غزازيرات زلاك هون كله سمياوي زتهارم بوتاتات قد نريا لنا هذا السمياوي دما إذا claimed Ukrainian بيوكرين دل زلويو مريتنا يوكرين of course جن راشا كتوزدت دل زلا بوتاتات أي مثلا نسو أبزات حفت لاجن claimed Ukrainian yes كاب يوكرين كتوزد راشا تحسب زلا نسكيورت ناتنا قد سلوز خونيلهم بكل من قدي بافر زون يحطهم زلو راشا يزنقر كنا منتاي صبو ነገር كله سلطم يخلى سلطم كلا رستيو بعفشة أبي بتحكم كذا دهان كيلا وكسر So far right early going, coming over to the map will show you, okay, this is Ukraine, everything in red, Russia occupies, everything in blue is a Ukrainian counteroffensive. The area you talked about, Dana, is Kursk. It's just a bit of spit of an area up here in the northeastern part of the country. Let's put the map in motion, okay? 6 months ago, this is what the Ukrainian military did. They went into Russia, and fairly effectively too. Everything in the blue dotted line is what the Ukrainians had captured, all right? That was 6 months ago in September of 2024, and now you come to counteroffensive on behalf of the Russian army. They came in from the north, okay, back on March 5th. They came in from the east as well, and they've retaken a lot of that territory. As of today, March 11th, everything you see in blue is what the Ukrainians still occupy. جنتاينا نرزلنا مجمريا ورحشهم من تأسرع سنة 4 كاونتر أوفنسيف بزبل صار متكعت بمكياد سراويتنا يوكرين أوش راشاتيو نزكورسك زبها البوتا حيا البوتا تغزاز يرون يرابو تغير تري وزلهم بمولو تتغزاز يرون مزنبريو أبزوان زد ما راشات صار متكعت جيرا نتزبس حكفال حرا جيرا طلا أتاسمياوي كفال تراي تريفاتهم زلا سلازم تايم علتيو أبز بوتا زي سراويتنا يوكرين تعمل كم تحرمه أجد حما كينات بوغن كلتي وغن من كم استخايدة يزنقر مهنياتو فيتن فيت إذا بوتا زي الراشا مريتا زخوني هون كنت أب كام مريتا يوكرين كحزايت أي دليتن يوكرين دما بزخوني هون واغانيشتي مريتنا راشا غنكو عصر لنا ديسكاس كنكبر كلنا بتي زيته مريت كونسود مريت نهارنا خنبل منتان ليفرج كلونا تباهيلو أبزي بزح سراويتنا يوكرين حماق استراتيجينا يوكرين استباهل زي إذا كل سراويتن أتكنا وزت فوق أفتكر ما جنبارنا عتم تزت كل نيرم زحشة وتكم تصوم خالص بالدربالو بعفشة ميس كالكوليشنز فتسمويه بود ما بزح واقع كم زخفلون حجي ما كاوت دفيهم كوت سكر تريفهم كم زلوا يزن الجرزلو Is a population, just to give you an idea here, these are villages, all right? They move from village to village, whether it's the Ukrainian military or the Russian military. Sudza is the largest town in the Kursk area of contention, population 6,000. So it's not a ton of people now that are living in that area. I mentioned everything in blue is what the Ukrainians have recaptured. Everything in red is what Russia holds today. And what is the اوكي اتسميعون ريز زنبرنا راشات دليز الذي كانت ابقلنت بي راشات غزاتيرات نيرا
يوكرين تعاليسهم زت حنون استقطاع وني زبهل زلو مالتي اوكي Comparison for that geography. If you were to take this area and transpose it here in the United States, some of our biggest states like California, Texas, Florida, throw in Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. اجنتاير ينالو اتي راشا تقوصاصيراتو زلا مريت اب يوكرين مالتيو اب امريكا متيخا انت تسولن يركا كن منتاي مريت يا بناي كابناي مريت كاب امريكا تتخون توزو زلا مريت كن منتاي مخونن يريبلو كاليفورنيا ستيت اوف كاليفورنيا ستيت اوف تكساس ستيت اوف فلوريدا بنسلفانيا نيويورك ميشيغان and I think it had لما واشنطن مثلا so نزم كل states وسيدا خمزلا غيركم صدوتي ابيتنا مريت راشا وسيداتو زلا كاب يوكرين 10% نايت تقيح نريس انا مالتيو اب امريكا امتي خانت تسولن يركات مريت كنزي زاكل وسيدا لا مالتيو جس اب مريت مخانيوم كنغرد اليوم زي جست كاليفورنيا تكساس قالك بنزعبيا بمريت دي كونس بقطبا بقلن عبيت بوتاتين سلازي تمريت عبيتناتو نمجنزاب زاكليو نزيك أيح بدونيسك ماريبول زلزلو تريغو دلهم نسو أب أمريكا تزخو نيرو كن من تايم خونه نيرو أيو كردوم زفتن زلو أبت أمريكا transpose the equivalent of the area that the Russian military has occupied. So somewhat impressive, but impressive too that the Ukrainians have held on to what they have thus far. Coming back over here, we'll bring in the man with the plan, General Jack Keane joins us. Nice to see you in person, General. Yeah, great to be here. So Russia says no to the ceasefire offer. They want to recapture the area I just described over there. Where are we now? Well, first, I do think they'll recapture that area. As you indicated, think of this. No one has occupied Russian territory since Hitler and the Germans in World War II. They've جاب حفشة تي زجبر زلوا كينات عزي كبيت كم زلون برتو كم زلون مريتنا راشا استقطعت أرد حركة على كينات عالم دماغ غني يكون حيلي لأن زفتنوا بزحاتهم ناي فرنسا نجاوس نابليون بونابرت زبال ودكتو نابراشا كواجا إلهم سكدا ينيرو قدام يكونات عالم الجرمن مرحتي ودكتو من راشا إلهم سكدو أبراشا نستوى سنجزي حزام نيرم أبوهم تفيهم كلا يكونات عالم هتلر حنت كابتا زعبي جيغاز جبرا نابراشا قص كينات مواجينيرو بزح سب قتيلو إلى 10 مليون 7 قتيلو وقت كينات تي أمودة تاجن نتفقاتو تاقندي نتفقاتنا هتلر زك على تفت ويون زسالتت حبر السوفيت يعني راشا نيرا سلازي نمريت راشا تيخا قطعوتاي تخليقا نوح تاريخ له مجزيك تعوت تخليقا بنوح جن بحما سعارة سعرها مخانومي سلازي تاريخ دار تربب كينكا أنصار راشا موجاون وتصير زلهم زي كونه أنا يوجا حيال تمقرن تاريخ زلهم حزب مخانومي. Occupied this territory for 6 months. They brought in North Koreans 10,000 plus strong to retake that territory. And it took all of this time. That's why if you put up last. أجي نمبلا سابتي بوغن راشا خان رايو. Speaking of talks and concessions, Ukraine has very few cards to play here. Their best one is Kursk, or rather was. Kursk is a region in southern Russia. Parts of it have been occupied by Ukraine. They launched a surprising incursion last year. The Ukrainians made it deep into populated areas in Russia. At its peak, Ukraine held almost 1,400 square kilometers of Russian land, 1,400 square kilometers. But holding on to this land has been quite tough. In February, Ukraine was left with just 450 square kilometers of Kursk. And this week, that shrank even further. The Russians liberated a key city called Sajja. Pictures showed the Russian flag being raised there. They also showed كم نريز لنا تي كنتات كم يلو يودع كم زل بوغن راشا إن نريز لنا تي تانشتي هزوم مازن بر راشا يوكرين نعاون كقاصر وايكالون نعانم كقاصر زفتن وفتناون بزح كساراتات كم زقات ملهم يزن الجر حجر ما راشا بوتين كمان أبتدي قد مجنبار متيو مستم سراويتو زجبرو يطالو تنيله كسمعكم يكام مستملس استزاربونا له. The aftermath of a pretty intense battle. Take a look. There's a clear plan here because yesterday the Russian president also visited Kursk. Putin ditched his customary suit. Instead, he was seen in military fatigues. He visited Russia's command center in Kursk. He also gave a clear order to his men, push the Ukrainians completely out of Russia. Indeed. زين رياض لنا سلي إسراء عمد إسراء همشان عمد السلطان بوتين وتهدراو كده انتقديني فلتني. This is the first time يقولوا له كم زيلو جاكيتنا وتهدراو قالت قبروا له نيرو بعد لا تقدين غلو كم زي ملو وتهدراو كده ناي راشا استقدنوا له جنزي وسلزي نتسراويتو ملو تزاز كابزي مريتنا راشا زلو كورسك ريجن سورون مسرتهم كابزي كتفوخم زلهم أبزي وتا
كصنح يبلومن كابز كله يلوم زبل تزاز سراويتو كابتي قربا بوتا كم ذهب يزنقر زلو and أبز حسابات نزيا مسرعي يوكرين تفاهم نابلو بإكس بوست قبروا نرنيرنا بزخين بتي Putin is a modern warfare أبز زبناوي كوينا زبهال عوت مراحو خوينو لابزوانزي كجف كوينات أنصار يوكرين دبلو زلو كناس سلوزليم أنصار كلهم حقرات نيتو تراي كمان سلزو حدا كاب أن العلي بوحدو كباب 4 حقرات ملؤ مستاف سقبرالو بلوجيستيكس بجنزب أسوار بخلو سراويت دمانا يوكرين مريت سواقع سراويت يوكرين تتقيمه مالتي كل نجار extremely well calculated يو ناينيتو سراويت متيو أكيلو خواقع أمنت منتاي تعالى ما سلزلو يوكرين جن مريتهم يمزواقو زلو زي calculation ريوا يوكرين مريتو كم زواقع غير كام يوكرين جن كله أدلاي عدكن سنتين دحريب كايو نراشا كتوضقات خليها كل يوم دما تمساسال تاريخ زلو من يوكرين راشا سلازي كل يوم بقطعت واقعتهم كم نري زلنا دما يوكرين تتقيمهم كل زقبهم غيروا ناطا قعود دحريت بليونات نهبو نراشا بوتين كداخمو زحفتينهم يم سلازي زكينات زي باي بحكي تاريخاوي فصاميو اب بزح مصداي تاريخ مصحف تكسفر مخان فلوتيو this is going to be in history books معناها كم عينت كوينات اب اسران هذا كفل زمن I hope ناي مجمريا ناي مودة تنكون أشحات بما إيت أشحات سبتعطي للزلو كينات تبال زلو. Our task in the near future, in the shortest possible time, is to finally defeat the enemy, who has dug in on the territory of the Kursk region and is still conducting military operations here, to completely liberate the territory of the Kursk region, to restore the situation along the state borderline. This was ስለዚህ ንጹር ዝኾነ ትእዛዝ ጸላይ ካመሬትና ተጸሪጉ ሆጽቅ خلاله ብዝቀልጠፈ መንገዲ ድማ ክንጠራርጎ ክንከላለና ዝኾነ ይኹን ቅንጣብ መሬት ካብ መሬት ናይ ራሻ ክቋሃፀር የብሉን ይዝብል ዘሎ Putin's first trip to Kursk. It coincides with Russia's gains on the battlefield. They have retaken almost 90% of the land from Kiev, 90%. What they need is one final push. Maybe that's why Putin decided to visit now, to flaunt his progress and to boost the morale of his men. What about Ukraine? What does this loss mean for them? Zelensky had a clear plan while pushing into Kursk. He wanted to use this land as a bargaining chip, maybe to exchange holdings with Russia. But that plan is now out of the window. And don't forget the resources. Ukraine lost soldiers and weapons in this Kursk operation. But now it's all looking futile. On the other side, Putin did not stake as much. He struck a mutual defense pact with North Korea. The US says around 10,000 Korean soldiers were deployed in Kursk. So to recap, Ukraine spent money, weapons and men to hold Kursk, to hold بحفشة تي استراتيجي ناي كلتيوم هجرات فيت كرا خلو يوكرين عبجيجا عبكسارة كم زقات ما مخنياتو ني يوكرين بزح لوجيستيكا وحتى بزح سراويت مخابك على مريت بزح دفعات زي قعاتولو اب حدا غنيا ني اير سوبريوريتي زلوم راشا ناي اير ناي مسالن بزح كم زلوم يسفل سلازي ببزح اصوار سلازلوم ببزح اصوار حدا كم زودقولهم من تبوتاني مقوصار دما بزح سراويتن بزح لوجيستيكاوي اصوارن كم زتقم زنبرون كل زدما نكونتو nothing for سلازي ناي بحكي يوكرين حماق رقيبهم طريقه اختبل تدخل حماق رقيبهم قال نقركم بهالاي قال Russian territory while Putin imported North Korean soldiers to liberate it. As things stand, it does not look so good for Kiev. They've lost their only bargaining chip. Still, Ukraine is not backing down. They're exchanging airstrikes with Russia. Overnight, they fired 77 drones into Russian territory. All of them were downed by Moscow. Russia, too, fired 117 drones at Ukraine. Again, most of them were taken down. We've seen similar attacks throughout the week. أمانغو كلتيوم دما إيدوم كم زيها بزلو برتع زخونة ملوات ما حيلي بفلاي بدرونات بمايد زغوطارات كابي 9 درونات نا يوكرين ناب راشا قصن متقعت كغبرا 5 فتنان تخونه بتي اير ديفنس سيستم ناتوم ناي راشا بملان انترسبت 5 غبرون كمدما العلميتي زخونه درونات ناي راشاون ناب يوكرين قصن كيده كم زنبرا بزحت كاباتن دما انترسبت 5 غبرون بزحت غزي ملو بملو ان ناي راشا متقعتي انترسبت غبرو يكونون يم سلازي بزح غزي ناي راشا حليف علامو كم زحرم يزنقر امنا يوكرين من زقاتم كونتات هالو ግን ዝበፅሕ ግዜ ራሽያ ዝዓበየ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ስለ ዘለዎም ዝዓበየ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣለዎም ፀገም ግን ገጅፍ መሬቶም ንኹሉ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክትገብረሉ ኢምፖሲብል ኣዝዩ ገጅፍ መሬት ዘለዋ ራሽያ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክሓልፍዎም ንቡር እዩ ግን ኣብቲ ክሪቲካል ዝብልዎ ብዙሕ ግዜ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣለዎም
that's why ድማ ኣሜሪካ ሓደ ካብ ስጋኣትናቶም ኣሜሪካ ፍጹም ኤር ዲፈንስ ሲስተም የብላን ንዓዳን ንኩሉ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናታ ክከላኸል ዝኽእል ኤር ዲፈንስ ሲስተም የብላን ክንሰርሕ ኣለና ብምባል ዶናልድ ትራምፕ ኤር ሺልድ ዝብል ዲ ዋላ ጎልደን ሺልድ ዝብል ገለ ገይሩ ንኤርትራ ከምዚ ናይ እስራኤል ዓይነት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ንኣሜሪካ ሶሪ ክግበረላ ኣለዎ ይብላ ኣሎ ኦፍኮርስ ንኤርትራ እውን ሓደ መዓልቲ ክግበረላ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ለኩሉ ዘድልየና ድማ ንሕና ኢና ገባት ዝኾነ ጎረቤት ስለ ዘለና ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከድልየና እዩ ግን ራይት ናው ንሱ ዘሎ ዕፅርታት ምናልባት ክብፃሕ ይክእልኒ እዩ ምስ ግዜ ግን ኤርትራ ልዕሊ ማንም ዘድልየ ሃገር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ቭላድሚር ፑቲን ብቐጥታ ተሓቲቱ ዝመለሶ እስከንስማዕ ሓደ ካብቲ ነቲ ውዕል ክግበር እንተር ኮይኑ ዓለምና ፑቲን እያ ትፅበ ዘላ ራሽያ እንታይ ትምልስ ምክንያቱ እቲ ሕቶ ድሮ ቀሪብዎ እንዲ ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኸውን ዝብል እዩ እስከንስማዕ እዮም ኣብዚኣ ነይራ ሓንቲ give me a second where is it yeah መስለኒ So we have to be out at 45. First question to Vladimir Vladimirovich. How do you evaluate the readiness of Russia to cease fire? Did you receive already the information from the Americans? And what would be your answer? I have the second question. Alexander Grigorievich, Vladimir Vladimirovich coordinates Moscow and Minsk the position on the peace process. And if you already had some consultations on this topic. Okay, about the readiness of Ukraine. So ኣብዚ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ቤላሩስ ተራኺቦም ላብ ዝነበሩ ሕቶታት ካብ ጋዜጠኛታት ተቐቢሎም ነይሮም ንፑቲን ድማ ኣከመይ ኩነታት ኣለና ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ዘተ ሰላም ዝብልዎ ዘለዉ ራሽያ እንታይ እዩ ናታ መርገፅ እንታይ ይመስል ምክንያቱ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዩክሬንን ኣሜሪካን ተራኺቦም ሓደ ማመ ናይ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ን30 መዓልቲ ኢሎም ኣለዉ ብህፁፅ ድማ ክግበር ከም ዘለዎም መልሲ ናይ ራሽያ ድማ ይፅበዩ ከም ዘለዎም ስለዚ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ስቲቭ ቪትኮፍ ዝተባሃለ ዓርኩ ንዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ሕጂ ድማ ቶፕ ዲፕሎማት ኮይኑ ዘሎ ንሱ ናብ ራሽያ ኣትዩ ከም ዘሎ ድሕሪ 3-4 ዓመት ፍሉይ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ ዝኣቱ ዘሎ ንራሽያ ይክኸውን ናብ ራሽያ ኣትዩ ከም ዘለዎን ርክብ ድማ ይካየድ ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ግን እስኪ ፑቲን ግን እንታይ ከም ዝደልውን ገሊፁ ነይሩ ኣብዚ ምክንያቱ በቶም ልኡኻት ጥራይ ዘይኮነስ ቀጥታ Donald Trump كسمعوا سلسلة نتجربة. Into ceasefire, I would like to say the following, how I evaluated. But first of all, I would like to say the words of thanks to the President of the United States, Mr. Trump, that he helps to regulate the situation in Ukraine. He pays so much attention to this topic. All of us, we have a lot of our own current tasks, and a lot of leaders of countries, and the leader of the China People's Republic. And also presidents of the South African country and president of Russian Federation pays a lot of attention to this because this is very noble. መጀመሪያ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ጠጠው ንምባል ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶታት ክብር ኣለኒ ምስጋና ኣለኒ ናይ ብሓቂ እዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ርእዩ ክፈትሖ ኢሉ ይፅዕር ከም ዘሎ ስለዚ ቭላድሚር ፑቲን is always intelligent ከመይ ጌርካ ንዶናልድ ትራምፕ ተመግሶ ከመይ ጌርካ ድሌታትካ ተሓትት ኩሉ ግዜ ሳንድዊች ሜተድ እዩ ዝጥቀም ሳንድዊች ሜተድ እንታይ እያ ንስኻትኩም ኩሉ ሰብ እውን ክትፈልጥዋ ምንታን ሳንድዊች ማለት ዝኾነ ፊድባክ ክትብ ከለኻ ንሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብር መጀመርያ ፅቡቕ ናቱ ትጠቅስ ኣብ መንጎ ሳንድዊች ምሽክል ተባህን ኣለዋ ኣብ ውሽጢ ድማ እቲ ቋቁሑ ገለመለ ትገብሮ ትገብር ስለዚ በቲ ሓደ ጫፍ ፅቡቕ ነገር ከም ዝኾነ ትሰብ መጀመርያ እንታይ ብልጭ ኣለዎ ትገብር ፅቡቕ ናቱ ትዛረብ ኣብ መንጎ እታ ክትዕረም ዘለዋ ትብላ ክትዕረ ዘለዋ ትብል ኣብ ድሕሪት ድማ ምስጋና ጌርካ ተዓፅዋ ስለዚ እዚኣ ሳንድዊች ሜተድ ኦፍ ጊቪንግ ፊድባክ ይብልዋ ፅቡቕቲ ድማ ውፅኢታዊት እያ ምፅኢልካ ኣታታይ ኮንካ እትታይ ስለምንታይ ከም ዝትገብር ካብ ምባል ነዚኣ ሜተድ ምጥቃም ፅቡቕ እዩ ሓደ ንግደፍ ድሓን ፑቲን ከምዚ ማስተር ቢግ ማስተር እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፅቡቕ ገይሩ ዝፈልጦም ሕጂ መጀመርያ ኩላቶም ናይ ቻይና መራሕቲ መራሕ ናይ ቻይና መራሕ ናይ ሳውት አፍሪካ ካልኦት ሃገራት እውን ነዚ ኩናት ዝጠጠው ከብሎም ዝተበግሶ ገይሮም እዮም ስለዚ ምስጋና ይግብኦም እዩ ይብል ኣሎ to stop fighting and stop losing people. That's firstly. And secondly, we agree with the proposal to stop battles and fighting. But we think that this cessation of hostilities needs to lead to the long-term peace and will eradicate the root causes of that conflict. Then regarding the readiness of Ukraine to cease ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ
أتي موتن سقاين مقتتالن نايتو كوينات تطو نخبل زقبر زولو سعري بحق صبغ سعريو بتأكد لما موتن كل شجراتنا بزو كوينات زولو تطو قبل ندلينا جن بخمي من قديو نحنا نحصير من قراص ويون نجزيو تطو قبل زخل دا يكونه أينوح مفتحي ناي حوار مفتحين عند الزلنا بزو قداي زي بلالو مجمريا نايت بوغن يوكرين دلونت علنا مبالو بزعبو كزارب كفتنيو انتاي مالتهم يدلونت علنا قبل خلو fire and hostilities. The meeting between Ukraine and US and Southern Arabia maybe looks like the decision taken by the Ukraine pressured by the US, but I am convinced that Ukraine should have had asked that. Americans really very pressuring them, taking into account how the situation looks like on the ground and how is the current situation on the ground. Maybe you have seen that, yes. بزعباتي أب سعود عرب استقبرها منغو أمريكان يوكرين استقبرها كونتات اندحري خوين دما بوغن بناتي قمقام اتي وغننا يوكرين بتغكل دليتاتو كومونير خوين خصم معنا يكلنيو بس أغطنا أمريكا بزقبر واتساغطي بزتقبلوا خوينو يدسم عني أتي بكرة ناي تقصي سلاسة معتي لو مزلو بهتصوت خون زغل دبلو زلو بخمي من قدك خون يخل أي تردعنا نيلو معناته يوكرين عقبالو خلو أقدا سعتك حتى يقولوا نيران ويون حتى زقبو ملسي زقبو حتى تاتالو اتنزح حتى حتى تادما رقصني اتفليلو اخنا أمريكا كما ونا دونالد ترامب حقو يكبلو مخانم معناته this guy is a logical guy كون النت تمركزي كزارب زفتن Today, I visited Kursk region and I have listened to the reports of the head of the general staff, the commander of the military group and his deputy about the situation in the border area, first of all, Kursk region, and in the area where Ukrainian troops are. What is the situation there now? It's completely under our control and the groups that came to our territory are now isolated. It's complete isolation, complete control over fire. The management of Ukrainian troops inside of the zone. الجنتا يبلالو أبزي قد ما ممتعين أب كورس كذب هلا بتك قد ما جنبارة أبو جن راشة زلو أبو خيدا نيري توم حلفتنا نايتو كينات كم ذهبوني كم ريبورت ذهبوني تقوينو دما زعبي كفالنا مريت أب كوزرنا اللو ترايدي كونه اتسراويتنا يوكرين أبو زلو أب كبابات يخم زلو زي درجة ملو بملو أب كبابات يزلو صبي زلو مرجع دما كلتيو ويكمارخ ويكقتليو كالم مرجع زلو ويكوننيلو هجي هتصوص مقرات تفصي انتاي مالتي أبزي كونتات زكبليو كما يجيرون تناقرات يقلت على zone of the incursion is lost, and if during the first period of time, like 1 week or 2 weeks ago, Ukrainian military personnel tried to get out there with small groups. Right now, it's impossible. They try to live in small groups, 2 to 3 people, because everything is completely under our fire control. The hardware is left there completely, I guarantee you. And if in the near time we have physical blockade, then no one would be able to leave. There will be only 2 ways, to be taken captives or die. And these conditions, in my opinion, for Ukrainians, it would be very well to get a ceasefire at least for 30 days. But there are some little details. هجي انتاي زبل زلو أبزي أبوتازيا تي كونتات بنتور كنزارم درغونا أبت كورسك زلو سراويتنا يوكرين أب كباباتي زلو ببو وحدات كوينهم كوتسي فتنو اللوغن كوتسي كلوني فيديوهات على أكشلي دوتسي ببو وحدات كوتسي فتنو خلو كما يقرم يحرموهم كم زلو سلازي اتسراويت أبو زلو ويموت ويممراخ يا زلاتو كوتسي كم زي كليو سلازي يوكرين بهتوس مقرات هاي توصيك بحال كله سلامتاي حراي كبلهم زقولت مغنيات يردانو الليلو مغنياتو لثلاثة معالتي حراي دارتو بايلو انتايم كونو زوم سراوي زياتو من قد دي كفتلهم كاو برتهم حزام كوتسو فلوي لوجيستيكاوي حاجز دي كمصوم انتاي كون تكونتاتي نسالاسه معلت مقراط نايتو استبايلو ازي كونتات زي كمزي كونتات كابزح بوتاتات كمزلي زنقر من يكحلو انتاي كغبر لك كمزي
ستوب مستبالكا كمزي موسيقى بوز مزقبركا لك عبتو زلو نقص بالكوميدي كون انتاي كقاطم بخمي تن 3 معالتي سيس فايرتي بخمي كسرح كمزي كنتات انتايو ترجمناتو مني خكو حسوي زلوزي اقدر سيتوتات ساعتو. What kind of details? Firstly, what are you going to do with these regions of incursion in Kursk region when we stop hostilities for 30 days? What does it mean? That everyone that is there are going to leave without fighting? We just have to let them go after they committed a lot of crimes against peaceful population there? Or Ukrainian leadership will tell them just to leave the weapons and be taken captives? How is going to happen? We don't know. And how are we going to solve some other issues on the other front line around 2,000 kilometers? And as you know, the Russian troops are forwarding practically an entire area everywhere. And also there are conditions already in place that we could block the entire quite big units. So these 30 days will be used how? فجنتا يزبل زلو بوتين دونالد تراميو كبت حط ملختي زي حطو زلو بخميو كنت هات كتكبر زي مالت التيم كراس تقصت بلو زلخا ولا كنت زي دلنايو كنقبلو صقم يبلنا كنقبلو مخالنا جن بخميو كون زقل حاو ملسن دلنا مغنياتو ابس كورسك ريجن زلو تو سراويت انتايم كونم نزخلو ني كبابي نخندي اوارح مريت ناي راشات يوم بزح غبنا نزفصم سراويسي مقراط ناي تخصله تباهله افدق كفيتنا كيدو نغزاهم كنبلم سناغن هاب زي كغاطم زخلا يكون دوس تو يوكرين يدويلو تمارخو خبلو ስለዚህ እንታይ ይከውን ኣብ ካልእ ድማ ኣብ ብዙሕ ግንባራት ሰራዊት ናይ ራሽያ ኣብ ዝበለፀ ኣቃውማን ንቅድሚት ንክኸይድ ከበባ ንክፍፅም ቀሪቡ እዩ ዘሎ እንታይ ከጋጥም ኣብተን 30 መዓልቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሪሞቢላይዝ ንክኸውን ዕድል ክወሃቦ ኣፅዋራት ንክእቱ ዕድል ክወሃቦ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ንክገብር ዕድል ክወሃቦ ብኸመይ እዩ 30 መዓልቲ ክትግበር እዩ ዝብሎም ዘሎ እንተዘየለ እንድሕሪ ንዩክሬን ድሌቶም ነፍሲ ወከፍኩም ድሌትኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ድሕሪ ኢልካ ንዩክሬን ተጥሕኖ ከም ዘለካ እዩ ምክንያቱ ኣብ ስፖርት እውን ከምኡ ኢና ንብል ኣብ ስፖርት ንስኻ እናሰዓርካ ከለካ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ኣርስቲ እኳ ከይድን እዩ ግን ኣብ ቱርድር ናይ ሩዋንዳ ዝካየድ ዝነበረ ኣብታ ናይ መወዳእታ ስቴጅ ሄኖክ ዕወታላ ዝኽእል ዝነበረ እንታይ ገይሮም እስኪ ማይ ሃሪሙ ኢሎም ማይ ምህራም ኣብ ኮርሶስ ኩሉ ግዜ እዩ ዘሎ ማይ ሃሪሙ ከቢድ ማይ ዘይኮነ ክነሱ ጠጠው ኣቢሎሞ ስለምንታይ እቲ ነታ ብጫ ማልያ ዝመርሕ ዝነበረ ኣብታ መዓልቲ እትያ ሄኖክ ተዝስዕሮ ነይሩ ንእሽተይ ፀቢብ መርሕነት ስለ ዝነበረ ሄኖክ ክወስዳ ይኽእል ነይሩ ግን ደይመደይሉ كعوو عيلو تطوابلو توددر قالنا بلا يلمن نيرو منتا نتا بيچا خوزت تبايلو ስለዚ ፋውል ጾታ ከም ዝነበረ ወላ እቲ ጋንታና ኤርትራ ብዓቢዩ ተደምረረ እቲ ኩነታት ንዑ ይመስል ነይሩ ኣብዝኻ ኸሞ ድሕሪ ዩክሬን ስቕልካ ክትገጥፎም ከንካ እንታይ ከጋጥም ሪሞቢላይዝ ንክገብሩ ኣፅዋር ንከንቀሳቅሱ ሰራዊት ካብና ብና ንከንቀሳቅሱ ዕድል ክረኽቡ እዮም 30 መዓልቲ ክእሉ እዩ እንታይ ብኸመይ ክትግበር 30 መዓልቲ ወላ ሓንቲ ምንቅስቃሳት ዘይግበር እንድሕሪ ኢልካ ከመይ ጌርካ ክትቋፅር من ينقص له من ينقص يلن انتي يقبر له بخمي هات قاصرو ስለዚህ ከቢድ ሕቶ ይቲ ምቁራጽ ተቕሳር ናይ 30 ዓመት ዝብሎ ዘሎ it's very difficult to control من እንታይ ዓይነት ምንቅስቃሳት ይገብራሎ ንኽትቋጽሮ ከቢድ እዩ ሓንቲ ክብልዋ ዝኽእሉ ማንም ሰብ ኣይተኩስ ምባል ግን ራሻ ገበን እዩ ምክንያቱ ራሻ ኣብቲ ኩናት እቲ 30 ዓመት ብሕጂ ኣገደስቲ እየን ለውጢ ንክገብሩ ምናልባት ካብ ሓሊፉ ግን እቲ ኩናት ጠጠው ንክብል ጋራንቲ እንተዝህሉ ነይሩ I think ولا راشا تخسرون أجمع محلون نبلينا جن نتي كونتات تدقيقا عادش أسوارن قالن هيب كانت كونات نمقصال تقينو جن يا كبير يخو. To continue in Ukraine, this forced mobilization, that weapons will be delivered to them, that mobilized new units will be prepared, or none of this happens, then another issue and question we have. How the issues of verification and control will be done. How can will we receive guarantees that nothing like that will happen? How are they going to manage the control? You all understand, thinking clearly, that all of these issues are serious issues. Who is going to give orders to stop hostilities? And what is the value of these orders? Can you imagine? Almost 2,000 kilometers. Who is going to tell where and who has infringed? Yeah,
كبيد عتوتات إذا حتى زلوا هذا تيمنا أمريكا كسع كندو عمق زلوا حساب اللهم ديو كسع كندو فتش مريم تزارب وزلوا ويسقيل كا نسل زربات ركاب زربان راشا أبيا أمبيلا نخبلي لهم نقحمي لهم استكمل زلوا تكتيك ديو ويس أنا بحكي بعمق حسيبهم لهم هاري going to enforce نكلت شازخون كيلومتر دوب زلون من ينقص من ينقص لمن تحسوا من يتحسون من انت عينت سقوم تقبر له من نتي حقافته تقيمو وتدرا مقصاصاتو كتعراري فتنالو ስለዚህ እዚያ ኩነታት እዚያ ጽቡቅ ጌርካ ክሕሰበላ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ንበይኑ እኹል ክኸውን ከም ዘይክእል እዩ ዝነግር ዘሎ ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ሪሞቢላይዝ ጌርካ ነቲ ኩናት ንምቕያር ዳ እምበር ድሕሪ ናይ ብሓቂ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ዝድለ ኣሎ ኮይኑ ኩናት እናተኻየደ ከሎ ኢና ክንሰማዕ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ፑቲን ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣሎ እቲ ኩንነት ኣብ ኩናት ዘሎ ነቲ ኣብ ጣውላ ዝግበር እውን ክውስን ስለ ዝኽእል مقراص ناي تقصد غير كاغن تكينات طويل سلا زلو اتي اب كينات طويل زلو ولا وانت سعير خلو زدلس قمت قلطيف نخوسن موتيفيشن كلو يكون غزي خمطت كفتني غزينا مطت دما وتادراو حيلتاتو كستخاخل كفتني ስለዚህ ኣብ ኩናት ከሎ ተኮይኑ ግን እቲ ስዕረትን እቲ ኩናትን ይርዮ ስለ ዘሎ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ንኽወስድ ውሳነ ንኽወስዱን ክግደድ ስለ ዝኽእል እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ very brilliant حساب እዩ إذن تنكتب له تخلى يكون نجد بحفشة أتي مغنياتات كله دردير نجيرو 1 kilometer long, and then who is going to say whose fault it is, who infringed the agreements? All these issues need detailed work on both sides. That's why the idea, it's a right idea, or we supporting this idea, but there are issues that we need to talk about, and I think that we need to talk with our American colleagues, partners, regarding this. Maybe make a phone call with President Trump and discuss this with him. By itself, the idea to stop this conflict by peaceful means is okay with us. We support. So, تي كنا تطون مبال فتوينا جن زي زرب زاد لي مستوكلنا أمريكا أنتي دلدلو كبخمي كتك برغل مستلوخنا أمريكا من البعض بتليفون بزون الترام زرابون أدلاينت كل ويغليو نابلي جن نتي ناي سلام تبقى نقبلينا بمبال كل جزء إذا ما راح زي ديتيل أورينتديو نقرات بلوجيكن بديتيل نيو زريوم أتحاتي توزل ما نمسب قبلو زغل حتى يو أوكي زي بوجن أمريكا بوجن راشا كون كله بوجن أوروبا هنتاي جبرالو. Defense ministers from Europe's 5 leading military powers are meeting in Paris to discuss their support for Ukraine. France, Germany, Britain, Italy, and Poland plan to provide security guarantees for Ukraine in the event of a peace deal with Russia. Now, the so-called E5 meeting was set to discuss the importance of U.S. involvement in security guarantees as well. The UK and others are calling for guarantees from the White House. اليوم نريم زلناتهم حمشت عبيتي هجرات أوروبا زبها اليوم جرمن طليان فرنسا UK كمان مع بولند هجي توسيخوا مالو سلزي زياتهم نتي كونتات نايتي يوكرين كما يجرم سكيورتي جارانتين تايك جبر خل منيس مكل خالات ناتوم مالتيو سلزي نتايم كو جبرون تايك جبر خل نعون مزرراب يوم تأكيبهم زلوا مالتيو أي أبي أخيباتات مليو I don't know أنا أبي كبت صحيح خلقن House in the case that the peacekeeping force is attacked, which so far the U.S. has declined to provide. European military powers are aiming for a united front, although Poland has so far said that it will not allow its troops to be based inside Ukraine. Our correspondent Lisa Louie is following this defense meeting for us in Paris. Lisa, good evening to you. You've been listening to a press conference that was just taking place. Tell us more about what the defense ministers had to say. Well, they were basically saying that this was really a very important moment in this conflict. As you know, there has been a deal agreed between the US and Ukraine for a temporary 30-day ceasefire. And everybody here has been saying the ball is now in Russia's court. Now, we've heard that obviously over the past 2 days. But what the Europeans have been adding is that they are ready to jump in to provide security guarantees. These security guarantees جي تميرو باز بحالو كابت كونتات ابت سممعناي سعود عرب زي جبر زلو وصاي سكيورتي جارانت كبو دلوات مخانم تاي سكيورتي جارانت زبال راشا زخونه يكون ناي سكيورتي جارانتي سرايتنا اوروبا يكون ناي نيتو ابتي مريتنا يوكرين كراي بلو من يتبدل حدا كابتي زي سجر كاي مسمرناتهم زلو زلو يسلمتاي زيوم اتيوم ابو نجر كصحترو تدي كوينوم صبو نجر كفطرو خمزي كلو من نالبات ناي
أكاب سلام نقاطن تعرف كده راشة أبلون ترم كابزن هجرات ديان وصعي كون كابزم هجرات ناي أوروبا ناي نيتو أبلات هجرات وصعي كون أوروبا ينجن كمزي بقى جدا security جرانتن يوكرين نكنهب حيل كان دالولا ناي بلولو بتتعولا نخمت أولو زخول من قد كمي جيرو ما بتتعولا يعاتو بتزرب كمي جيرنا بوتان ركب يدخلوا حفتفد بالزلو معناته أدل كليوم ممسلو زلو أنا بحكي زجر من عند رزالنا just very difficult Europa كركو حوريدهم كم زلو أرجع irrelevant أدلاينة يبلكم تباهيلهم سلو زلو أبزي أب continent ناتهم زكاية زلو كنتا. This would first of all mean that the Ukrainian army would be strengthened so that they could actually persist and continue to defend their own country. There's obviously also talk about sending possible peacekeepers to Ukraine, and then the ministers were also mentioning technological support and support in defending the sea and nuclear facilities in Ukraine. In any case, all the defense ministers here today have been saying we are standing, united with Ukraine, and we're going to make sure that this peace deal really can happen if it happens, and if there is this that. بعرفش كم دري زلنا دين حمشت هجرات بحلا زلوا أبغون يوكرين كم زلون يوكرين مدقاف مع كل زكالهم كقبروا مخانو من نمقلات يوم أو تأكيبهم زلوا سلزي it's just another way of showing solidarity مس أمريكا مساهم لنا كل زكال كان يوكرين مساهم لنا نمبالي وكينو زحلفه فلوي نجار كقبروا وزخولي كونن بحفشة كيلاتاتنا أوروبا نتي فلاديمير بوتين زهابو بخمي يردو ولو كومنتاتورز نتايبل ولو بوتين حكو دينيرو يتعلل لدولو ونابزو انتظاري بميرو. From the audience. Now, there was no real mention of the war in Ukraine at all until a journalist asked about the ceasefire. Vladimir Putin saying that he thanks Donald Trump for his help in mediating the war, saying that he agrees theoretically with the proposal to stop the fighting, but thinks that the cessation of hostilities needs to lead to long-term peace, and it needs to involve the eradication of what he describes as the root causes of the conflict. Now, in the past, he's been clear that that means NATO's eastern expansion, amongst other things. Douglas Herbert is here now. What else do you make of some of the comments that we heard from Vladimir Putin earlier? Well, I mean, it would be spun as, well, he said it's a good ceasefire, but there's some issues. سنتايز بنزلوا بحفش عن تاتي بنزنيها تي نتحسابنا دونالد ترامب تيوريتيكالي بحساب تقبلنا لناقن نتكباري إذا أكل جن حتوتات لنا كمي جيري كتكبر بمبال استفلالي تزاري بالله نتي مقراطين تخص بهالزلوم كم حساب نقبلينا تجمع يبلنا نقبله زبل زربايو أتزحت حتوتات جن legitimate legit زغنا ويقبل زغنا حتوتاتيو بل سدماز قبوي. Issues to be discussed. Those will be sort of the leads and the headlines to see. Essentially rejecting it as it stands. This is a I'll add one more far cry from the so-called unconditional ceasefire as it stood that the Secretary of State Marco Rubio, the U.S. Secretary of State, had been hoping to get from Vladimir Putin. That said, there really are no shockers. This is not stop the press is breaking news here. This is exactly what the Kremlin has been signaling all along. We just heard it coming out of Vladimir Putin's mouth, that they're only going to, what they really want here is not some, as they see it, gossamer ceasefire, fragile ceasefire that hasn't really covered all the details, that is not going to lead to a long-lasting, as Putin called it, a long-lasting peace that ultimately addresses the root causes. The root causes being what Russia sees as a threat to its own security by NATO. ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ ቭላድሚር ፑቲን ዝበለውን ሓድሽ ዘረባውን ኣይኮነን ነዊሕ እዋን ክገብርዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ክወስድዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ዝሓትዎ ዝነበሩ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ጋራንቲ ክወሃበና ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ምኩራዝ ዘቕሱ ተባሂሉ ክንደይ ግዜ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናብ ኩናት ዝኸይድ ኮይኑ ሸውሃቱ የብልና ንሕና እዚ ኩናት ጀሚሩ ኣሎ ብሰላም ንኽግበር ብዙሕ ለሚና ኢና ሰማዒ ረኸብና ናብ ኩናታት ኢና ኣለና ሕጂ እዚ ኩናት ሓንሳብ እናሓዋሩ ነቲ ፀገም ክፈትሓልና ኢና ንደሊ ኣለና ዋጋ ንኸፍለሉ ኣለና ግን እቲ ዋጋ ምኽፋልና ዘይተረፈ ሓዳፊቱ ኣፅሪና ነቲ ኩነታት ክንውድኦ ኢና ንደሊ ዘለና እንድሕሪ ብካልእ ኣብ ጣውላ ክንውድኦ ንኽእል ኢና ትብሉ ኮይንኩም እዚ ኩነታት እዚ ሓንሳብን ሓዋሩን ክፍታሕ ከም ዝኽእል መፍትሒ ምንዳይ እንተዘይኮይኑ ንግዚኡ ቅጥጠው ክብል ወይ እውን ገለ ዝብል ሓሳብ ኣይንቕበሎ ኢና ንሕና ብመሰረቱ እዚ ፀገም እዚ ኮንዲሽንስ ናቶም እቶም ዓበይቲ ቅድመ ኩነት ናይ ራሽያ ድማ ፍሉጣት እዮም ኔቶ ዝበሃል ካብ ዩክሬን ክፅረግ ክኽእል ኣሎ ኔቶ ዝበሃል ኣብ ዩክሬን ክህሉ የብሉን ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ኣካል ናይ ኤውሮፓ ክኸውን ኣይኮነን ኢሉ ናፂ ሃገር ኮይኑ ክቕፅል ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ወሲኾምሉ ዘለዎ ዲናዚፊኬሽን ዝበሃል ኣሎ ዝኾነ ናይ ናዚ ፅልዋ ዘለዎም ናይ ናዚ ክዳንን ጭርሖን ዘለዎም ተዋጋእቲ ናይ ዩክሬን ኣለዉ ኣብ ዩክሬን እቲ ናይ ናዚ ባህሊ ኣሎ እዚ ነዚ ጠቕላላ ፀሪግና ክንዓልዮ ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ ናዚ ዝበሃል ናይ ጀርመን ሓይሊ ነይሩ ንራሻውያን ግን ልዕሊ 10 ሚልዮን ሰብ ዝቐተለሎም እዩ ስለዚ ሓያል ዝኾነ ቅርሕንቲ ኣንፃሩ እዩ ዘለዎ
بزخون يخل من قدي اتنينا ديناسفيكيشن زبال أقداسي كنا نتاوي قولي ناتو سلازي مفتوحي كنا دال تقوينا حنسا بدنا حوار نسعقم كيف تحلو زغليو حنسا بدنا حوار مفتوحي تركب دما روت كوزس ويون اتهم عندي تنكنا يزو كنا تنتهي مرينا نعينا خنفتح زالنا انت زي اللي تي عندي تنكنا يتحمام كيراغا نتبدا قزلو دم تراريكا ويون قال ملا على لي خاخد كيدا يتخلنيها أقام تايو سلم تايو زدم زلو سلم تايو أبكم سبت شيلكا نتشجر بمسارتك تفتح لك رشا زلو زلو دم كون نتاو نتبي دحر نتي نايكوينات مفتاح نتكوينات أتوكتب بلو شو حتى نبحكي دليت لك غوينو دن وش تعطي خانة تسأقام بمسارته كتفتحك تفتن كتلا لك قال كفالة يتسأقام كفتح سلا زي كلجن بسك بخال من قدك سجر وقف الدنيا that's also another case because أمارات أون سلدي بلو أبزي حنتي فيديو كبكمية أوروبا أنتي كجبري حسبهم زلوا ناخد فلت ساكل. With the U.S. flip-flopping on its support for Ukraine and the EU looking for ways to assist Kyiv, questions are being asked about where the funding should come from for Ukraine's defense. Some European countries are calling for hundreds of billions of euros in frozen Russian assets to be handed over to the Ukrainian government. DW Brussels correspondent Anshel Fora reports. Europe must seize Russia's billions. أوروبا حنت نتبترها زلاتهم كتكامل دليل زلو نبحكي عبيدهم كم زخون كم ستصلوا لأوروبا بزيخات فلت مرحتنا أوروبا نبحكي كابكوننت زرحوا مرحت مخانم بزيخات فلت نيراشا جنزب ننقدي لهم زتكامل زنبرو البنك تاعتنا أوروبا زنبره يورو كلير تبهال براسل زلو بنك مالتيو نتي ترانزاكشنز ناي عالم نقطكايت أبستفل عليه بنك تاعت جنزب كله وكله نتي جنزبتي وشيدهم نيوكرين كانوا بينها يبللو إذا مالت غالا زراربا زخونة هجر أوروبا أمينة جنزب تقمت زلا حدا معالتم سنة تبايسكم جنزبكم كنسرقكم مينا لز جنزبكم ما بنك تاعتنا زلو جنزبكم هيكونن ناتنا يعتبروا بزلنا عالم العالم ياكم تبدلا أوروبا باي ذا واي أبز غربا بكال فيديو قبل لكم CBDC سنترال بانك ديجيتال كرنسيز بحال لك كم سربيت زخونة جنزب مهنياتو عند حرص عليهم كا ويون نسوم زي دلي وزربا بسوشيال ميديا تسرحكا تصحيف كان عبنت جنزب كا كعصو خاي خوليهم CBDC كو مالتي اب امريكا دونالد ترامب نحوارو كم زي هلو غير كعصو يهلو الكريبتو تبع البيتكوين نتهم ديسنترلايزد بحالو ما نم زي كواسرو منكس زي كواسرو نعطاتهم كفكت كله زياتهم كي وتصدر تراي سلاز دليو ديكتاتورشيب سلاز غونت ناتهم سيستم ديمقراسينا يزبلو جن ديمقراسي باليلن اب كوفيد زغبرو تاريخايم اي ديمقراسي كايدا يكون نسب افينكا بحيل دليت كاتغبر امبن زبل دما كراش تغبرو انصار كان صحافه كانسل تغبرو كاب سوشيال ميديا اوروبا بخمزيهم تفلتو زي براسلس بحال بزيات راي تفلت ناس حساباتو قالوا من دبلو ثيوريتيكالي نعم تتاك علم تخين كاتراي ناس حسابات انصارهم نتهم كريتيكال فويسز بحالو كما يقرم يعبسوا حلو في حالفهم اب رومانيا يمانا كان في بوليتيكانيا كعوات مزليلتي الكشن نتمرجع كانسل غيرهم نتمرجع كانسل غيرهم ترى ديكونس نتحصو دقيمو كم زي مرات ما حج وسينهم له اي مالتي زي سوم زي دلي ومرجع كانسل نخغبر صقام يبلو انتهيم كزبل راشا ايدايتي هاتلو زبل مخنياتهم زتكم اب جورجيا هم غبروا فتينهم اب مولدوفا هم غيرهم تعويتهم سلازي تي اوروبا حبرتن نيتو زبهالن نبعلو نتي ديمقراطي لنسب زشقطول زنبره كقبلون كتقبلون ويون كتصاورا يكلني زلو بحفش حجر ما نتنجزم ناي راشا وسيدهم نيوكرين كنباينا يبللو ناي بحكي بوق السرقين عند رزالنا مال demanded these protesters, especially with US support for Ukraine still far from guaranteed. We needed to reconstruct what Putin has destroyed in Ukraine. Ukrainians have long argued that since Russia invaded Ukraine, the defense bill and reparations should be paid for with the frozen Russian assets held by Western countries. In 2022, as Russia invaded Ukraine, Western nations froze around 300 billion euros of Russian reserves. Of that, around 200 billion euros is held by Europe, most of it at a financial institution in Brussels. ስለዚህ ከባብ 300 ቢሊዮን ናይ ጀርመን ናይ ራሽያ ገንዘብ ሒዞም ኣለው ከባብ 200 ቢሊዮን ዝኸውን ድማ ኣብ ኤውሮፓ እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ 200 ቢሊዮን ወሲዶም ንዩክሬን ክነቦ ዝብል ዘረባ ቀጻልዮም ዝጥቀምሉ ዘሎ called Euroclear. Last year, G7 countries decided to loan 50 billion euros to Ukraine, paid for by the interest on the total. In January this year, the first installment of that loan, 3 billion euros, was dispersed. ኣብ ናይ G7 ኣብ ዝሓለፈ ዋዕላ 50 ቢሊዮን በቲ መኽሰብ ናይቲ ገንዘብ ዝኽፈል ዕዳ ክንወስድ ከም ዘለና ኢሎም 3 ቢሊዮን ድማ ድሮ ንዩክሬን ሂቦም ኣሎ ማለት እዩ
لذي again تسركي systematically جميرهم towards Ukraine's war effort. And you men are brave, but they had to use our military. With the about turn in US policy, the G7's commitment to Ukraine has come into question. As the EU controls the largest chunk of the frozen assets, it could play the decisive role. But member states are divided. While the Baltic states, who are situated closer to Russia and perhaps face a bigger threat to their security, advocate seizing the entire sum of around 200 billion, others like Belgium oppose touching the principle. The deceit is something that can really shock the world financial order. We should not take it lightly. Contractually, any interest earned on the frozen assets belongs to Euroclear. The principal remains Russian property. Experts warn that seizing the principal بحفشة نتجنب وسيلهم نيوكرين كبوز بحال دي بعيد وزحات قال رئيس زلهم مرحتي إزجي جاي نيوروبا بلونج ترم زقتل سقمتينا نجبر زلنا فاينانشال ماركت نادنا أمنت كم زي هلوان تأمانت كم زي هلوان نجبر زلنا إزجي جاي نفس قتلت يبلو يقداس نفس قتلت زي ما رح زلهم مرحت سلزلهم كجبروا خمس قلو تكتر ترتخليها بحفشة أفكبيت مدرك كم زلنا أنا مجزاب زاك ليز قبل لكم زلوا كم وترو أقد استي حبريت ذات نمسالكم علينا لايك مقبار سبورت مقبار دقف مهاب شير مقبار حق زلنا بالكو نيلومي أبز خدي أبكالك ساب من الرغب تصبغوا